العنصرية عندنا تحسها يعني عارف من الطفولة، من يوم يجي المولود في دفتر التطعيمات. يعني بدل ما يسوي تطعيم الشلل الرباعي والحصبة والحاجات هذه، لا ده التطعيمات يعطيك تعليمات. يعني انت بدوي، انت قبيلي، ما تصادق الحضري، والحضري يقول لك ما تمشي مع البدوي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتركوها فإنها منتنة معفنة، شيء نتن. لكن في ناس تحب النتانة، تموت في النتانة، تحب تدخل خشمها في أي يعني خرق مجاري، تموت في الحاجات هذه. شيء غريب يا اخي. الوصية أهل القبيلة، لا تمشي مع الحضر هذول وطروش البحر هذول، انتم ترى عيال حبايل، انتم معروفين، انتم من قبائل معروفة، اجدادكم كانوا حكام يجيك الحضري اللي مسمينه طرش بحر، يا واد ما تمشي مع البدو، انتبه، ما ابغى اشوف في كراستك ولا في دفترك اسماء بدو، ابغى اشوف طرطيشلي وكجمغلي وطشكندي، تجيب لي اسماء ثانيه. الناس اللي تاكل الوزغ والحشرات هذه ما تمشي معاهم ابدا. تلاقي الولد الصغير يطلع كده ينشأ في مجتمع في حروب، يعني هذا بدوي وهذا قبيلي وهذا طرش بحر وهذا حضري، وكلام كبير عليه، بس خلاص يتجرعوا ويطلعوا يقولوا زي بقيه الناس. ليه في المدارس يقعد يقول لك انت بدوي وانت طرش بحر وانت ليه خليتهم ينشأوا على العنصريه؟ ليه خليتهم ينشأوا على النتان اللي ناتنا؟ تروح مصر تلاقي الصعيدي يتكلم على الفلاح، والفلاح يتكلم على اهل المدينه، واهل المدينه يتكلموا على اهل القرى. يعني يجيك الصعيد يقول لك الصعايده دول اشجع ناس، ما تقول ليش الفلاحين دول تعبانين واهل المدينه دول فراعنه. اروح اليمن تشوف، يعني هنا يقول لك اليمن احنا مضطهدين وعنصريه، تروح اليمن تلاقي هي العنصريه من الشمال ولا من الجنوب. يجيك الشمال يقول على الجنوبي تنباكي، والجنوب يقول على الشمالي دحباشي. يا خبراء من اين انت؟ من الشمال ولا من الجنوب؟ تروح الاردن تلاقيه يقول لك شو هذا يا زلمه، شو هذا؟ ما بحكيك، ما فلسطيني مجنس. تروح لفلسطيني تلاقيه يقول لك بديش احكي، انا ما بديش اتعامل مع غزاوي. انا سوريا تلاقيهم هناك مقسمينهم حلبي، شامي، ما انا عارف مين، كل الدول العربيه في عنصريه. نزعل احنا العرب مستهدفين، واسرائيل ومدري مين وايران، لانكم متقسمين يا حبيبي، متفرقين، كل واحد شايف نفسه احسن واحد. احنا عرقا افضل ناس، وكل واحد يتكلم على الثاني. هذول اللي يجوا لك الفئه الثانيه المخمليه، انت ساده ولا مقلم ولا كاروهات، لا احنا من الساده من نسل الرسول، واحنا من الاشراف. يا عمي عم الرسول ابو جهل في جهنم، وبلال الحبشي في الجنه، ما له دخل. كذا زبد اعطيك اياها من الاخر، ما تخش الجنة بنسلك ونسبك، ومهم من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. تدخل الجنة بأعمالك بعد رحمة الله عز وجل. لا تقول لي جدي وعمي وخالي وارجع لمين وزفت مين، ما في الكلام هذا، ما في عندنا.